افتتاح كأس افريقيا في المغرب خير ولا افتتاح كأس العرب في قطر خير؟ انا هو الافتتاح الاحسن والاجمل فيهم. انا بالنسبه لي ما فماش افتتاح خير من الاخر، خاطر زوج افتتاحات اسطوريه يليقوا بالكاس، سواء كاس العرب ولا كاس افريقيا، والبلدان منظمه للكؤوس، يعني سواء المغرب والا قطر. وبالطبيعه كل افتتاح وكل بلد عمل الافتتاح عنده يعني نقطه ايجابيه ليه. مثلا قطر عودتنا على الافتتاحات المزيانه، شفنا في كاس العرب 2021 الافتتاح الاسطوري، وشفنا كيف في 2022 في كأس العالم الافتتاح اللي كان مميز على الاخر. يعني هذه نقطة إيجابية لقطر انها تعودت على الافتتاحات الكبيرة نتاع الأحداث الكبيرة الرياضية. ونقطة أخرى في كأس العرب 2025 في الافتتاح نتاع قطر كانت فما قصة في الافتتاح، يعني شفنا كيفاش انه القصة كيفاش العرب مع بعضهم ويد واحدة وجاء بعديك داخل عليهم، وشفنا المنصة كيفاش تهزت ومن بعد طاحت وتقلبت. يعني فما قصة في الافتتاح قطر 2025، على ذيك نعطيه نقطة. وبالنسبة لافتتاح المغرب نعطيه نقطة على خاطره أجمل افتتاح كأس إفريقيا عبر التاريخ. نعطيه نقطة من ناحية الأضواء والجو والغناء والأمبيونس اللي داخل الملعب مع الجمهور. أوكي القصة ماهيش كبيرة، ما فماش قصة كبيرة كما شفنا في كأس العرب، لكن هو أجمل افتتاح في كأس إفريقيا عبر التاريخ. ما نقولوا كان برافو قطر على الافتتاح الأسطوري في كأس العرب، وبرافو زاد المغرب على الافتتاح الأسطوري في كأس إفريقيا 2025.